السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وصحة جيدة إن شاء الله. النهاردة جيت لكم بأجمل وأحلى طريقة للكنافة. الكنافة مهما نعملها بطرق مختلفة مفيش أحلى من الكنافة بالمكسرات. هنعملها بالمكسرات النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة، وهتشرفك في عزومات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. بس اللي بيشوفني لأول مرة يا حبايبي ما ينساش الاشتراك في القناة اللايكات وصلوا لي الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، ونسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف أجمل وأحلى طريقة للمكسرات هنعملها ازاي. يلا نسمي ونقول الطريقة وبعديها هنشوف أجمل وأحلى طريقة للكنافة بالمكسرات. أول حاجة هنا عندي الشربات أو السيرب، هنزل بكوباية ونص من السكر على كوباية ونص من المية، نفس المقدار بتاع السكر ونفس المقدار بتاع المية. وخلاص كده بنفس الكوباية هنزل بنص عصرة من الليمون، وبعديها معلقة من عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز ده موجود عند اي المحلات الحلوانية، وهتسيح العسل الجلوكوز هيسيح مع السكر، وهنقلب كله ده وهنرفعه على النار. وبعد الغليان ب6 دقايق هطفي عليه وخلاص، وهنسيبه يبرد الشربات. معايا نص كيلو من الكنافة انا مفرزاه، وبعديها كده فرقته بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديتي. وايه، اول ما تجيبي الكنافة حطها في الفريز عشان تتفرك معاكي على طول. وهنا ما عندي المكسرات، عندي هنا شوية من عين الجمل على لوز على بندق، اي مكسرات، وهنا فول سوداني. اي مكسرات متاحة عندك في البيت حطيها. هنزل بكمية المكسرات دي، وهنزل عليهم بنص كوباية من جوز الهند، واللي هتديها بقى طعم جميل جدا 3 معالق من سميد البسبوسة. سميد البسبوسة عادي اللي احنا بنعمله عند العطارين. وهنقلب كله ده مع بعض، واللي هيخلي المكسرات دي بتاعتي متماسكة هنزل عليها بربع كوباية من العسل الشربات اللي انا عاملاه او السيرب التقيل. وهقلب كل العسل مع المكسرات دي عشان لما احطها في الكنافة تبقى متماسكة في قلب الكنافة. وخلاص كده جهزنا حاجتنا. هنا عندي صينية بقى حطيت فيها كده معلقتين او 3 معالق من السمنة، ودهنت الصينية. بعد ما وزعت السمنة هبدأ اوزع الكنافة بتاعتي. الكنافة انا مش حاطه عليها اي حاجة ولا سكر ولا سمنة. ليه؟ عشان بتديني سهولة في توزيع الكنافة في الصينية. اما لو انا حطيت عليها سمنة الاول هتعمل لي تكتلات ومش عارفة اوزعها، اما هي كده بعرف اوزعها على طول. وهنوزع نص الكمية وهنضغط عليها كده جامد. الطريقة سهلة وبسيطة جدا يا اجمل واحلى متابعين. وخلاص كده بدل ما بعد ما وزعت نص الكمية بتاع الكنافة اضغط عليها كويس جدا. وبعد كده اي كيس تلاجة، وهجيب الصينية الاصغر من اللي انا بعمل فيها دي، وهضغط كويس جدا في على الصينية عشان تديني تماسك كويس. وبعد كده انا هنزل هوزع السمنة حوالي كده معايا كوباية الا ربع من السمنة. واحنا عارفين يا حبايبي ان الحلويات الشرقي بتحب السمنة البلدي، بتديها بقى لون وريحة وطعم يتجنن. ولو مش متاح عندك السمن البلدي ممكن يحط نص الكمية سمنة ونص الكمية التانية زيت، بس يكون زيت ريحته حلو. وهنوزعنا كده السمنة، وهنبدأ نحط المكسرات بتاعتنا الجميلة دي، وهوزعها على الكنافة. بس هسيب نص سنتي من احرف الصينية، وهوزع كل الكمية بتاع المكسرات وهضغط عليها كويس جدا. شايفين انا سايبة حوالي نص سنتي من الصينية. وبعد ما وزعت كده المكسرات هبدأ اوزع بقية الكمية بتاع الكنافة.
وهوزعها على المكسرات. وبعد ما نوزع الكمية ضغط عليها كويس جدا. بسم الله ما شاء الله، لو عملتها بالطريقة دي هتطلع معاكي احلى واجمل صينية كنافة بالمكسرات. وخلاص كده بعد ما انا وزعت الكنافة هبدأ اوزع السمنة. يعني حوالي كده انا وزعت على الصينية كلها، خدت مني من كوباية لكوباية الا كوباية وربع سمنة. وخلاص كده احنا وزعناها، وانا مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. هحطها على الرف اللي في النص. وخلاص هبدأ بقى اضغط كل الكمية دي بالصينية تاني عشان يبقى الاتنين متماسكين كويس جدا. وخلاص بعد ما ضغطت عليها هدخلها الفرن على الرف اللي في النص. شايفين بعد ما دخلتها الفرن بدأت الحروف بتاعتي تحمر ازاي. وخلاص كده طلعتها، هقلبها على الناحية التانية في اي صينية كده. وهنا بسم الله ما شاء الله، شايفين لونها عامل ازاي؟ لونها جميل جدا. هبدأ بقى ازقيها بالشربات بتاعي، والشربات بتاعي دافي. كنافة المكسرات بيبقى دافي، ولا سخن ولا بارد، علشان الكنافة بتاعتي تشرب السيرب ده وتبقى جميلة جدا. هبدأ بقى اوزع الشربات وهسقيها بكل الكمية بتاع الشربات اللي انا عملتها في اول الفيديو. ولو وصلت معايا لحد اللحظة دي ما تنسانيش في اللايكات والاشتراك في القناة. ادعموني يا اجمل واحلى محبين لقناة مروة. وخلاص خلصت احلى صينية كنافة بالمكسرات. اسيبكم في رعاية الله، واستنوني بفيديوهات كتير وحلويات الشرقية الجميلة. كل سنة وانتم طيبين، واسيبكم في رعاية الله وامنه.